بيقول لي ايه؟ دلوقتي بيقول لك the two equation x equal 4 y minus 3 are represented by two straight line intersect at the point كام؟ تمام؟ طيب سؤال عبيط جدا على فكره. هو كده الاكس تعتبر ايكوال كام؟ 4. الواي ودي 3 الناحيه الثانيه يبقى كده الواي ايكوال كام؟ 3. طيب انا كده حليت المساله، يعني الاكس ب 4 والواي ب 3 صح؟ يبقى هم هيتقابلوا في البوينت اللي اسمها 4 و3. تمام؟ يبقى الاجابه بتاعتي ايه؟ سؤال خلصان. تمام؟ طب معلش يا مستر النبي انا عايز اعرف بالرسمه ازاي؟ تعالى يا باشا. بعد اذن حضرتك كده ارسم معايا الاكس اكسس كده على السريع. يلا. تمام؟ والواي اكسس اهو. ماشي الكلام؟ طيب انا عايز اعرف اكس ايكوال 4 ده يترسم ازاي؟ تعالى كده عد معايا. عد 1 2 3 4. ارسم معايا كده يا باشا الستريت لاين اهو. شايف ده كده اهو اهو كده اهو. ده اسمه اكس ايكوال 4. اسمه ايه؟ اكس ايكوال 4. طيب انا عايز ارسم يا مستر الواي ايكوال 3. هنطلع 3 1 2 3. طيب تعالى يا باشا امشي كده اهو بالعرض. اللي انت رسمته ده يا نجم ده اسمه كده ايه؟ واي ايكوال 3. طيب الاثنين اتقابلوا في بوينت. شايف البوينت دي؟ ها لو سالتك البوينت دي كام وكام ارقام؟ ها الاكس ب 4 والواي بكام؟ ب 3. عشان كده اخترت الاجابه دي. يبقى انا كده وضحت لك الايه؟ الاستفسار بتاعها جه منين. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ بيقول لي the two straight line x minus 1 equal 0 و x plus y equal 5. اجيب لك من الاخر. تعالى ودي ال1 الناحيه الثانيه. يعني حضرتك كده تقول لي يا مستر ان ده الاكس ايكوال كام؟ 1. طيب الثاني اكس بلس واي ايكوال 5. دول هيبقى رسمتهم ايه؟ بص بقى تعالى بالعقل. بارلل لا. كونسيدنت لا. انترسكتنج and not perpendicular وبربنديكولار. طب بص بقى امتى بربنديكولار؟ لو انا قلت لك اكس ايكوال كذا وواي ايكوال كذا. لو انا قلت اكس بس وواي بس دول بربنديكولار زي المساله دي. بص كده لما قلت لك واي ايكوال 3 والاكس ايكوال 4 لما رسمت الرسمتين مش طلعوا ايه؟ بربنديكولار صح؟ لكن هنا اهو ده اكس بس وده اكس وواي. لا يا باشا دول هيبقوا انترسكتنج تمام ونوت بيربنديكولار. يبقى الاجابه الصح تعتبر سي. تمام؟ الاجابه الصح تعتبر ايه؟ سي. طيب السؤال بقى هنا. طب يا مستر لو عايز ارسمها ازاي؟ بص في السريع كده تعالى لي. اول حاجه ارسم معايا الاكس اكسس بسرعه والواي اكسس عشان لو طلب منك تتنيل ترسم. يلا يلا حبيبي. بص الاكس ايكوال 1 تمام. هاجي عند ال1 عند الاكس اكسس كده اهو. ادي ال1 اهو ماشي. وعايز ارسم رسمه تعدي على ال1 اهو يا باشا اهو يا محترم اهو يا استاذ. ده كده اكس ايكوال 1 تمام. ارسم رسم كروكي واخلص. طيب يا مستر عايز ارسم الثاني اللي هو اكس بلس واي ايكوال 5. بص خليك ذكي. تعالى اعمل لي تيبل. ماشي يلا يا بابا. لما نعمل التيبل تمام انت عندك كده في عندك رقم اسمه اكس وفي رقم اسمه ايه؟ واي. مره احط الاكس بزيرو ومره احط الواي ايه؟ بزيرو. طبعا عارف ان انتوا شاطرين وبتفهموا. اكتب القانون اكس بلس واي ايكوال 5. الناس الشاطره يلا. حد شاطر يقول لي لما الاكس بزيرو الواي بكام؟ 5. اكتب هنا 5. طيب ولما الواي هي اللي بزيرو يبقى الاكس بكام؟ 5. طيب عايز ارسم البوينت دي. طيب 5 و0 تترسم ازاي؟ همشي يمين 5 واقف صح؟ مش كده؟ انا بقول تقريبا يعني هقول ان دي 5 و0 خلاص؟ طيب 5 و0 انا رسمت دي. بص انا رسمت دي. بقول تاني انا رسمت دي تمام. طب عايز ارسم 0 5. هقف عند الزيرو وهطلع 5 اهو. حلو الكلام؟ طيب وصل يا باشا وصل يا باشا وصل يا باشا. لما جيت وصلت ايه رايك؟ التو ستريت لاين اللي انت رسمتهم دول هل هم بيربنديكولار؟ لا بس اتقابلوا. عشان كده اخترت الاجابه intersecting and not perpendicular. تمام كده الكلام؟ طيب تعالى بقى بص لي هنا.
السؤال اللي جاي، السؤال ده حط عليه ستار يا باشا، تمام؟ وركز قوي على الاسئله اللي بقول لك عليها ستار. ماشي؟ طيب السؤال ده بيقول لحضرتك ايه؟ تعال. السؤال ده بيقول لي كده، لو انا عندي 2x بلس 3y، بص يا نجم، دلوقتي بيقول لك if the two equation 2x بلس 3y equal 6، بعد اذنك سمي لي الرقم ده a1 وهنا b1 وهنا c1، تمام؟ سمي لي الرقم ده a2 والرقم ده b2 والرقم ده c2. ماشي؟ طيب مراجعه معلومات سريعه خدناها قديمه قبل كده. الراجل لو قال لك لو عملنا ال A1 ديفايدد ال A2 وعملنا ال B1 ديفايدد ال B2 وعملنا ال C1 ديفايدد ال C2، حلو؟ ولقينا ان الثلاث اجابات مش ايكوال لبعض. الثلاث اجابات مش ايكوال لبعض، يبقى الرسمه دي بنقول عليها انترسكتنج. بنقول عليها يا باشا انترسكتنج. خلاص؟ طب يا مستر لو لقيت ان ال A1 اوفر ال A2 والبي 1 اوفر البي 2 السي 1 اوفر السي 2، بص بقى هقول ايه؟ لو لقيت يا مستر اول اجابتين ايكوال لبعض بس الثالثه مش ايكوال ليهم، فدول باراليل، تمام؟ طيب لما بنقول ان دول باراليل، ماشي، يبقى السوليوشن سيت ايكوال 5. يبقى لو سالني على النمبر اوف سوليوشن، نمبر اوف سوليوشن، تمام؟ اهو حضرتك هتقول لي نمبر اوف سوليوشن سيت ايكوال 0. ايكوال ايه يا استاذ؟ 0. طيب خد اللقطه الاخيره بقى، يلا عشان نخلص. بص بقى، يلا اللقطه الاخيره بيقول لك طب بص بقى، لو لقيت ان ال A1 اوفر ال A2 ايكوال ال B1 اوفر ال B2 ايكوال ال C1 اوفر ال C2، تمام؟ قال لك بص بقى، في الحاله دي التو ستريت لاين هنقول عليهم اسمهم كونسيدنت، تمام كده؟ كونسيدنت. كونسيدنت يعني ايه؟ يعني هما الاثنين فوق بعض، تمام؟ طيب في الحاله دي لما حد يسالني على السوليوشن سيت هقول له السوليوشن سيت ايكوال انفاينايت نمبر. انفاينايت نمبر يعني كتير، تمام؟ طيب السوليوشن سيت هنا، تمام، هنقول عليه انفاينايت نمبر، وبرده نفس القصه النمبر اوف سوليوشن انفاينايت. نمبر اوف سوليوشن هنقول انفاينايت، تمام؟ كده انت خدت بالك انا ايه اللي حصل؟ تمام. طب تعالى نشوف السؤال اللي بيتكلم عليه انهي نوع. بص كده، الراجل بيقول لك طب بقول لك ايه يا استاذ، انا عندي هنا، احسب معايا كده ال 2 A1 اوفر ال A2، هنكتب مع بعض 2 اوفر 4. اكتب معايا الله يكرمك. B1 اوفر B2 هنكتب كام اوفر كام؟ ها 3 اوفر كي. C1 اوفر C2 كام اوفر كام؟ 6 اوفر 12. حلو قوي. انا مش عارف احط ايكوال ولا دازنت ايكوال، لقيت الراجل بيقول لي ايه؟ if the two equation of the straight line have infinite number of solution، اختار انهي اجابه؟ الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه؟ كم؟ قلنا لي هي كلمه infinite قلتها في الاولى ولا في الثانيه ولا في الثالثه؟ ثالثه. يبقى كل الاجابات دي ايكوال لبعض. يبقى كل الاجابات دي ايكوال ايه؟ لبعض. طب يا باشا انا عايز اجيب الكي، هجيبها ازاي؟ كروس. يلا هنقول كده ادي كروس، يبقى الكي ايكوال 3 ملتبلاي 4 يبقى كده 12. 12 ديفايدد 2 تطلع الاجابه كام؟ 6، يبقى الكي ب 6. تمام؟ كده الكلام ايه؟ خلصان. طيب تعالى يا باشا خش على اللي بعده سريع. بص بيقول لك ايه؟ بيقول لك the two straight lines 3x plus 5y equal 0 5x minus 3y equal 0 are intersecting. هو قال لك intersecting on the، هنا مش عايز اجابه. طيب تعالى بعد اذنك، الاستاذه اللي بتكرر الكلام ورايا يا ريت تفصل بقها عشان تركز كلنا مع بعض. بص يا باشا بمنتهى البساطه، لو احنا بنتكلم على الفيرست فالاشارات بتاعت حضرتك بوزيتيف وبوزيتيف. لو احنا بنتكلم عن الثيرد فالاشارات بتاعتك بالعكس نيجاتيف ونيجاتيف. لو احنا بنتكلم عن السكند فالاشارات بتاعتي ده نيجاتيف وده بوزيتيف. ولو انا بتكلم عن الفورث هيبقى العكس بتاعه، هيبقى كام؟ بوزيتيف ونيجاتيف. لحد كده احنا تمام؟ تمام. طيب طب يا مستر هو انا بقى عبيط لا مؤاخذه يعني عشان احل المساله واشوف في انهي مكان؟ لا، انا هجيب الاله الحاسبه. خلاص انا طالب في الامتحان ما عنديش وقت،
هعمل مود وبعدين 5 وبعدين كم؟ برافو عليك 1 مود 5 1 وعايز اكتب التو ايكويشن دول. حد يماليني اكتب كم؟ 3 5 0 ثانيه 5 نيجاتيف 3 0. استعد للاجابه. اول واحده طلعت كام؟ الثانيه طلعت كام؟ 0. طب حلو قوي. اكتب كده 0 و0 للاجابه. طب اختار انهي اجابه؟ اوريجين بوينت. تمام؟ اللي بعده. طيب يقول لي the solution set of the two equation x minus 2y equal 1 3x plus y equal 10. هو عايز السوليوشن set. حط خط تحت الكلمه دي. طيب برضه نفس القصه يا باشا. الاله الحاسبه مع حضرتك اهي. نمسك المساله. طبعا انا هكتب 1 نيجاتيف 2 1 اللي بعده 3 1 10. تمام؟ اول اجابه طلعت 3 الثانيه طلعت كام؟ 1. طب الاجابه بتاعتي 3 and 1 ماشي. يبقى انا حضرتك هختار ايه؟ بص بقى سؤال. هو الراجل بيقول لي بص عشان في حته بتاع كده في النص. اختار الاجابه بي ولا اختار سي؟ اشمعنى؟ عشان سوليوشن سيت. تمام؟ يبقى ده كده مطبق. هو قال لك بص بقى مستر هو انا امتى اختار الاجابه بي؟ لو قال لي بوينتس. لو قال لي انترسكت ات بوينت اختار الاجابه بي. لو قال لي سوليوشن سيت اختار السي. حلو كده؟ برضه عشان تبقى عارف الفرق. طيب السؤال اللي بعده يلا. بيقول لي ذا تو ستريت لاين دول نوعهم ايه؟ تمام؟ اول حاجه اتاكد ان المساله مظبوطه. طيب الباشا الاولاني مظبوط. اكتب على ده A1 وده B1 وده C1. طيب الايكويشن الثانيه لا فيها غلطه. ده لازم يروح الناحيه الثانيه. يعني المساله بتاعتي اكتب معايا 6x بلس 8y ايكوال كام؟ 2. بعد ما ظبطتها يا محترم اكتب على ده بقى A2 B2 C2. حلو. وتعالى نحسب بقى مع بعض. هو ال A1 اوفر ال A2 يلا مع بعض كام اوفر كام؟ 3 اوفر 6 يعني ايكوال كام؟ هاف. طيب B1 اوفر B2 كام اوفر كام؟ 4 اوفر 8 يعني كام؟ هاف. C1 اوفر C2 ها برضه 1 اوفر 2. بس تعال. مش الاجابه دي ايكوال الاجابه دي ايكوال الاجابه دي؟ يبقى اختار انهي اجابه؟ كونسيدنت. دي الاجابه بتاعتي. خلص السؤال. تمام؟ طالما الثلاث اجابات ايه؟ ايكوال. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده كذا حد سأل عليه ماشي. يقول لك ايه؟ يقول لك يا استاذ يا محترم the two digit number whose units digit is x and tenth digit is y is not. تمام؟ طيب عشان ما نعكش كتير اسمع بقى مني هقول ايه. بص يا استاذ هو انا لو قلت لك الرقم ده على جنب كده لو سمحت اكتب معاه 25. تمام؟ هو 25 ده لو حبيت افكه حاجه بلس حاجه مش ده عباره عن 5 بلس 20 صح؟ طيب ليه 5؟ عشان ال 5 دي في خانه اليونت صح؟ وال2 دي في خانه مين؟ التنس مش كده؟ فانا كتبتها 20. طيب معلش يا مستر يعني انا 25 ده ما انا ممكن اكتبها بطريقه ثانيه. اقول ده عباره عن 2 ملتبلاي 10 بلس 5. حد عنده اعتراض؟ تمام. طيب الراجل بيقول لك انا عندي النمبر ده اليونت بتاعته شاور عليها اكس والتنس بتاعته اسمها ايه؟ واي. طيب انا عايز اكتب النمبر ماشي حروف. طيب اقول له النمبر ايكوال هي خانه اليونت اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اكس. تمام هنكتب اكس ها بلس خانه التنس اسمها ايه؟ واي. اكتب بقى واي ولا 10 ملتبلاي واي؟ 10 ملتبلاي واي. تمام؟ طيب يبقى الاجابه بتاعتي كلها تبقى ايه؟ اكس بلس 10 واي. طب فين الاجابه دي؟ الاجابه دي. طيب السؤال بقى اسمع بقى مني اللقطه دي. هو انا دلوقتي لو قلت تمام ان النمبر الجميل ده عملت له حاجه اسمها ريفرس يعني كده هكتبها
لو انا دلوقتي قلت لك الرقم عملت له حاجه اسمها ريفرس. ايه يا مستر الكلمه دي؟ تعال. يعني مثلا ال 25 لو عملت لها البتاع اللي انت بتقول عليه ده هتبقى 52. يعني ايه ريفرس؟ يعني لو انا خليت التنس يبقى يونت واليونت يبقى تنس، يبقى انا ببدل التو ديجيت مكان مين؟ مكان بعض. طب مين شاطر يقول لي لو عندي رقم اكس بلس 10 واي وعايز ابدله، هيبقى المفروض الاجابه تبقى ايه؟ واي بلس 10 اكس. تمام؟ دي معنى كلمه ايه؟ ريفرس. خلاص؟ الناس اللي كانت بتسال عليها كان في مساله كلاميه كامله على الموضوع ده. طيب تاني، التنس دي يعني اعمل الرقم اللي بقول عليه ملتبلاي 10. تمام؟ طيب بص يا باشا، السؤال اللي جاي بيقول لي the number of solution of x minus y equals 0. تمام؟ طيب حد كده يفكر معايا، احط الاكس بكام والواي بكام يطلع 0؟ مثلا 1 1. في تاني؟ 2 مع 2. في تاني؟ 3 و 3. كام اجابه؟ كام اجابه؟ بس كده، اختار انفاينايت. تمام؟ طب اقول لك على حاجه، ماشي؟ لما يقول لك any equation، اكتب الحته دي any equation، خلاص؟ in two variable، in two variable، تمام؟ x y. لو عندي equation، انا بقول equation اكتب عليها اهو للبهايم one equation. اي one equation فيها x و y has infinite number، has infinite number of solution. خلاص؟ طيب دي كده معلومه طيران على طول. تعالى يا باشا السؤال اللي جاي. السؤال اللي جاي بيقول لحضرتك ايه؟ هنا بيقول لك لو انا عندي الاكس ايكوال 3، تمام؟ يلا if x equals 3 فاليو ازاي يا باشا؟ belong to the solution set of the equation x power 2 minus x minus 6 equal ايه؟ 0. طيب انا هستأذنك في طلب صغير، اكتب لي على ده زيروز. زيروز يعني ايه زيروز؟ يعني الرقم ده لو حطيته مكان الاكس دي هو اللي هيخلي المساله ايكوال ايه؟ 0. طيب شيل الاكس وحط 3 في المساله، يبقى يا احمد يا كمال هنقول ايه؟ يبقى 3 باور 2 ماينس الاي ملتبلاي 3 ماينس ال 6 ايكوال كام؟ 0. طب انا عايز اجيب الايه يا مصر؟ تعالى يا باشا. طبعا 3 باور 2 ب 9. 3 تايم نيجاتيف a هتبقى نيجاتيف 3a ماينس ال 6 ايكوال كام؟ 0. طب عايزين نحل مساله بقى، يلا يا باشا. هنقول كده 9 ماينس 6 يبقى 3 ماينس 3a ايكوال 0. طب يلا يا باشا انا عايز احل مساله. بص عندي حل من الاثنين، يا تودي النيجاتيف 3a يا تودي 3، بس انا بصراحه هودي ده عشان يبقى بوزيتيف. يبقى انا كده هقول له يبقى 3 ايكوال 3a. تمام؟ اعمل يا استاذ ديفايد 3 وديفايد 3، يبقى المفروض ان الاي بتاعتي ايكوال كام؟ 1. خلاص؟ يبقى انا اختار الاجابه بتاعتي 1. خلص الكلام. تمام؟ اهو اكتب كده فكره السؤال، شيل اكس حط 3 بس كده. تنجز بقى في المراجعه. طيب السؤال ده حرفيا بيشتغلك. بيقول لك ايه؟ يقول لك if the curve f of x equal x power 2 minus 8x plus 16 passes through the 2 point 4 و 0 و 0 16، تمام؟ then the solution set of the equation اللي هو مديها لك دي equal 0 in r is not. طيب تعالى بس كده صل على النبي بالراحه. هو اول حاجه، هو يعني ايه solution set؟ بالعربي كده هقول لك كده ده عباره عن الفاليو بتاع الاكس، تمام؟ اللي هو ميك الواي او الاف اوف اكس ايكوال 0. تاني، الفاليو بتاع الاكس اللي بيخلي الواي ايكوال 0. طيب حط على ده اكس وحط على ده واي.
حط على ده اكس وحط على ده واي. طيب من خلال الارقام اللي انا مديها لك دي اللي انا مغششها لك اصلا، مين الرقم اكس اللي يخلي الواي بزيرو؟ طب ده ينفع؟ ده عكس صح؟ ده ادالك الرقم واي اللي يخلي لك الاكس بزيرو، ده انت عايزه؟ لا، يبقى ده اكتب عليه doesn't belong للسوليوشن سيت. تمام؟ يبقى انا كده ملخص الكلام، لو جات لي اي بوينت اسمع على اي رقم اهو نمبر، تمام؟ لو عندي نمبر والواي بتاعته بزيرو، ملخص كده قال لك يبقى النمبر ده belong للسوليوشن سيت، تبع السوليوشن سيت. طيب يبقى انا كده بالنسبه لي السوليوشن سيت بتاع حضرتك بكام يا استاذ؟ ب4. اقول لك على حاجه، تعال للبهايم فقط، نمسك الاله، اعمل كده بص بقى، ها اعمل مود 5، بص 3، رجاء شخصي سيب الاله مالكش دعوه انت، انا عايزك تبص بعينك انا هعمل ايه. واحد قال لي يا مستر هكتب المساله الاصليه، قلت له ماشي. الاكس بار 2 قدامها كام؟ 1. الاكس قدامها كام؟ نيجاتيف 8. انا عايزك تجاوب معايا، ها الرقم اللي لوحده كام؟ 16. لوحده 4 في عينك منين يا اهبل؟ 16 قدامك يا احول. نيجاتيف 16. انا بتكلم عن المساله الاصليه، بتكلم عن السؤال الاصلي. طيب دوس ايكوال، كام الاجابه؟ في حاجه غير الفور؟ بص دوس ايكوال كده، في حاجه غير الفور؟ لا. طب مستر انا عارف السؤال الجاي. طب يا مستر معلش انا جيت في الامتحان بصراحه قلت اكتب دي، مفيش مشكله، ركز معايا. نبدا الغباوه. اول رقم بكام؟ حلو. طب ليه اللي يقول 8 متخلف؟ عشان انا ببدا بالرقم اللي قدام الاكس بار 2 وبعدين الاكس وبعدين الرقم اللي لوحده، صح؟ طيب مين الرقم اللي قدام الاكس بار 2؟ نيجاتيف 1. طب انا هكتب نيجاتيف 1 دوس ايكوال. مين الرقم اللي قدام الاكس؟ 8. اكتب 8 دوس ايكوال. مين الرقم اللي لوحده؟ نيجاتيف 16. يلا يا باشا بص والله مفاجاه، دوس ايكوال برضه فوق. تمام؟ يعني لو اشتغلت على اللي فوق تمام، اشتغلت على دي تمام، شفت الواي بزيرو تمام، اي حل تمام، المهم انت دماغك تبقى في التمام. فاهم؟ يعوض عليه ربنا. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ بيقول لي if there are only one solution for the equation x plus 2y equal 1 2x plus ky equal 2. حبيب قلبي هو الوان سوليوشن ده هيطلع امتى؟ لما يكونوا intersecting ولا parallel ولا coincident؟ intersecting زي الفل. طب بعد اذنك بسرعه كده الحقني بقى، اكتب A1 B1 C1 A2 B2 C2. حلو؟ انت قلت intersecting صح ولا انا ناسي؟ تمام. طب هنكتب هنا كده intersecting. يلا. طيب لما بنقول intersecting، طيب ال A1 over A2 إيه؟ هنا مش هكتب حاجه دلوقتي استناكم. يلا B1 over B2 C1 over C2. سؤال للناس الشطار. تمام؟ لما هم intersecting يبقى الثلاثه ايكوال ولا مين الايكوال؟ مفيش حاجه ايكوال، مفيش حاجه ايكوال. يعني حضرتك هتقول لي ده doesn't equal لده وده doesn't equal لده، ولو نسيت ارجع للسطر اللي كنت كاتبه فوق. طيب ملوني الارقام كده لو سمحت. الاي 1 بكام؟ 1. الاي 2 بكام؟ 2. ماشي. doesn't equal. البي 1 بكام؟ البي 2 بكام؟ كي. يبقى 2 اوفر كي. مفيش داعي اكمل خلاص. فالراجل بيقول لك then k cannot equal. cannot equal. تمام؟ بص اشتغل عادي، اعمل لي كروس مالتيبيكيشن، اعمل لي كروس مالتيبيكيشن. تمام؟ هقول له الكي doesn't equal 2 multiply 2 over كام؟ 1. تمام؟ يعني doesn't equal كام يا بني ادم؟ 4. يبقى انا اختار اجابه مين؟ 4. تمام؟ طيب نضرب. خلاص؟ واصل كده مساله يا شباب؟ دلوقتي احنا اتفقنا ان اول اتنين مش ايكوال صح؟ فانت قلت لي ان الكي ما ينفعش ايكوال كام؟ 4. خلاص؟ طيب
اعرفها منين يا مستر؟ مش انت يا بابا بتقول doesn't equal صح؟ طب اعمل كروس مالتيبليكيشن. تمام؟ طيب كروس مالتيبليكيشن يا رشدي ومحب، فانا المفروض ان الكي ما تبقاش ايكوال بعد الكروس مالتيبليكيشن ايكوال كام؟ 4. يعني اشتغلها كانها ايكوال، بس الفرق ان بعد ما بخلص خالص اقول doesn't equal 4. ده بس الاختلاف كله. تمام؟ طيب تعالى يا بابا. طب يا مستر لو اشتغلتها مع السي مثلا، في واحد بيسالني طيب انت بتقول يا مستر بي 1 اللي هو 2 اوفر كي doesn't equal مثلا C1 over C2، هتقول لي 1 over 2، مش ده قصدك؟ طب اعمل كده كروس مالتيبليكيشن، برضه هي الكي doesn't equal 2 times 2 over 1 عشان هو مش عبيط عشان يجيب لك اجابتين. تمام؟ هي نفس الاجابه. خلاص؟ طيب السؤال اللي جاي ده يا حبيبي ترم 100%. خلاص؟ السؤال بيقول لك ايه؟ نقول تاني. بيقول لك يا باشا find in R the solution set of the following equation using general formula. ازاي تحل السؤال ده بنظام؟ تمام؟ اول حاجه لازم اتاكد يا عم ياسين، اتاكد الاول ان المساله ايكوال كام؟ 0. ايكوال 0 زي الفل. الرقم ده اسمه ايه؟ والرقم ده اسمه بي، والرقم ده اسمه ايه؟ سي. طيب هنقول له كده اول حاجه باخد عليها درجه الاي يا مكرم ايكوال 3، البي ايكوال نيجاتيف 5، السي ايكوال كام؟ 1. حافظ القانون هتحل الاكس ايكوال فراكشن كبير تمام نيجاتيف بي بلس اور ماينس سكوير روت بي باور 2 ماينس 4 اي سي اوفر 2 اي. تمام؟ كمل يا باشا. ايكوال سكوير روت. تعالى بقى كده واحده واحده، اعمل فراكشن، احط الارقام. تمام؟ انا سايب مكان فاضي عشان اقسم الصفحه نصين لسه. طيب منعا للغباء في نيجاتيف في القانون، فانا هكتب نيجاتيف. اشيل البي واحط كام؟ نيجاتيف 5. طب والناس اللي بتفهم عايز تكتب 5 على طول، انا ما عنديش مانع. طيب بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت. تمام؟ خد بالك بقى من الغلطات البلاوي اللي بتحصل دلوقتي. بي باور 2 هي البي بكام؟ طيب لو انا عملت كده صح لازم احط ايه؟ براكت، هيبهدل المساله. ماشي؟ ماينس 4 ملتبلاي بكام الايه؟ 3 بكام السي؟ 1. حلو كده؟ اوفر 2 ملتبلاي 3. طيب بص بقى. ماشي؟ انا عايز اشوف الاجابه بتاعتي. هقول له كده طبعا ده اكس ايكوال اكس ايكوال. ماشي؟ هنعمل ايه؟ فراكشن بتاعنا اهو زي ما هو. نيجاتيف تايم نيجاتيف يبقى 5. بوزيتيف اور نيجاتيف. تعالى يا باشا بص بقى، هنمسك بس السكوير روت لوحده نحسبه. ماشي؟ سكوير روت هنكتب مع بعض. بص بقى كده نيجاتيف 5 اقفل باور 2 ماينس 4 ملتبلاي 3 ملتبلاي 1. فالاجابه طلعت روت 13. حلو قوي زي العسل. حط روت 13. تمام؟ 2 تايمز 3 بكام؟ 6. طيب انا كتبت كده الاجابه كامله، فاضل بقى الخطوه الاخيره. المفروض المساله دي لها اجابتين. هقول له كده x1 ايكوال وx2 ايكوال والسوليوشن سيت ايكوال. طيب الاكس 1 ايكوال كام؟ هاخد مره الاجابه بالبلس ومره بالماينس. يبقى اقول له اول مره 5 بلس روت 13 اوفر 6 ونحسب الاجابه. الثانيه 5 ماينس روت 13 اوفر 6 واحسب الاجابه. ديسم. اصبر عليا. والله يا مستر بصراحه انا عملت كل اللي انت قلت عليه في الامتحان ولقيت نفسي واخد صفر. ليه؟ عشان انت ما راجعتش على اجابتك. طب اعمل ايه يا مستر؟ تعال بص يا وحش. هتمسك الاله، انا عايز اتاكد سؤال عليه 4 درجات. هنعمل مود وبعدين 5. ماشي يا باشا؟ وبعدين اختار 3. اختار ايه؟ 3. طيب بعد ما عملت الحركه دي اكتب الاي والبي والسي. تمام؟ اكتب 3 بعدين نيجاتيف 5 بعدين 1. هتلاقي مفاجاه هتطلع دلوقتي. بص كده اول اجابه طلعت كام؟ 5 بلس روت 13 اوفر 6. صح؟ مش دي نفس اجابتك؟ بعد اذنك
حولها ديسمال، دوس اس دي، تطلع الاجابه 1.4 وارقام كتير. اقرا السؤال. rounding the result to decimal. طيب to decimal 4 3 ال 3 الاخيره قدامها كام؟ 4 تزود؟ حلو. يبقى اول اجابه 1.43 كده تمام؟ خش الثانيه. يلا هندوس ايكوال تاني، مش دي الاجابه الثانيه؟ حولها ديسمال. طيب تطلع الاجابه 2 3 ال2 مش هتزود يبقى 0.23. يبقى السوليوشن سيت للمساله دي تمام؟ هنا يبقى 1.43 والثاني 0.23. دول كده الاجابتين بتوع مين؟ السؤال. خلاص؟ طيب تعالى يا باشا. السؤال ده بيقول لك هنا، تعالى عشان ادي لك كذا مساله. بيقول لك in the equation، مساله لا ارقام ولا اي حاجه. بيقول لك in the equation ax باور 2 بلس bx بلس c equal 0. السؤال ده حد سالني عليه. بيقول لي لو البي باور 2 minus 4ac كان اكبر من 0 then the equation has roots. كلمه roots يا بني ادم يعني solution set. تمام؟ كلمه roots يعني solution set. طيب اجيب لك من الاخر. لو b باور 2 minus 4ac تمام كان اكبر من 0 تمام، يعني عايز اقول لك ان ده هيبقى بوزيتيف. تمام؟ انا مش عايز احفظك، انا عايز افهمك. احمد بص يا باشا، انا دلوقتي لو جيت قلت لك انا عايز احسب السكور لده، طب السكور للبوزيتيف هيطلع بايه؟ بوزيتيف، مش كده؟ السكور للبوزيتيف هيطلع ايه؟ بوزيتيف. طيب وفي عندك قدامك بوزيتيف اور نيجاتيف اصلا في المساله. تمام؟ فالمساله هتطلع معايا 2 روتس، حلين. هتطلع 2 روتس. نقول تاني تعال. المساله اللي احنا لسه حلينها، بص يا باشا هنا الرقم اللي جوه ده كان بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ تاني الرقم 13 اللي جوه ده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. المساله طلعت كام حل؟ حلين. طيب بص لي هنا. طب يا مستر لو المساله دي كانت بزيرو، يعني مثلا ده كده لو كان بزيرو، مش ده يا ابني لو كان بزيرو السكور هيروح؟ هل البوزيتيف والنيجاتيف ليه قيمه؟ هل البوزيتيف والنيجاتيف ليه قيمه؟ مش فاهمين. وخلاص بنرد وخلاص. يعني مساله لو جات لك كده 5 بلس او ماينس سكوير روت 0 اوفر 6 مثلا، ايه اللي هيحصل؟ تعالى ده ملوش لازمه، مش كده؟ طيب هيتبقى ايه؟ هيتبقى 5 اوفر 6. هل دي كده فيها بوزيتيف او فيها نيجاتيف؟ يس. خلاص يا جدعان؟ طيب بص السؤال. طب لو جبت لك السؤال كده 5 بلس اور ماينس سكوير روت نيجاتيف مثلا رقم نيجاتيف 6 اوفر 6. سؤال كده سريع، هو الرقم اللي جوه ده مش ده اللي هو مكان بي باور 2 ماينس 4 اي سي؟ صح؟ مش ده اللي مكان البي باور 2 ماينس 4 اي سي؟ لما الرقم اللي جوه نيجاتيف هل السكور ده هيطلع؟ ولا المساله كلها هتبوظ؟ حلو. يعني المساله دي هتطلع 1 سوليوشن سيت صح؟ طب المساله دي هتطلع ايه؟ لا 0 سوليوشن سيت، يعني مش هتطلع حاجه. يعني السوليوشن سيت زي ما انتوا بتقولوا ايه؟ فاضي. تمام؟ طب لو الرقم ده كان بوزيتيف هتطلع كام رقم؟ رقمين. حلو قوي، انا كده بدات اجمع. طب تعالى يبقى نقول تاني. بص يا مستر، لو الرقم ده ماشي عشان نفهم على طول من الاخر بقى كده اهو، هلخص لك على طول. بنقول لو الرقم اللي جوه ده بوزيتيف اكبر من 0 يعني بوزيتيف. تمام؟ يبقى انا عندي المساله فيها 2 روتس. 2 روتس. تمام؟ طب يا مستر لو كان البي باور 2 ماينس 4 اي سي كان ايكوال 0. تمام؟ يبقى انا عندي 1 روت. يبقى انا عندي ايه يا بابا؟ 1 روت. طب يا مستر لو كان البي باور 2 ماينس 4 اي سي كان اصغر من 0 يعني نيجاتيف. لو السكوير روت نيجاتيف تمام؟ يبقى انت عندك ايه؟ 0 روت. تمام؟ طب يعني هنا يعني ايه يا مستر 2 روت؟ يعني السوليوشن سيت بتاع حضرتك يا محترم هيطلع رقمين مختلفين. تمام؟ طب يا باشا يعني ايه مستر 1 روت؟ يعني يا استاذ يا محترم
السوليوشن سيت بتاعك هيطلع رقم واحد بس. طب يا مستر يعني ايه زيرو روت؟ يعني يا استاذ يا محترم السوليوشن سيت هيطلع في واي. كده انا جبت لك الحكايه من الاول والاخر. خلاص؟ طيب راح الباشا نفس السؤال نفس السؤال، وهنسمع اغبى طالب هيرد علينا يقول لنا ايه دلوقتي. اذا ايكويشن اكس بار 2 بلس بي اكس بلس سي ايكوال 0، ومش عارف قاعد يرغي كتير وعلم على الجمله دي. طيب then the number of roots، حد يختار اجابه؟ كام؟ 2. وصل كده؟ لان الاجابه هنا ايه؟ اكبر من 0 يعني ايه؟ يعني بوزيتيف، مش كده؟ ولسه كاتبها اهو، لما يكون بوزيتيف يبقى انت بتروت. نعم. السؤال اللي بعده ده اكتب عليه تراكمي. الراجل بيقول لك انا عندي اكس بلس واي ايكوال 7 واكس بار 2 ماينس واي بار 2 ايكوال 14، عايز اعرف واي ماينس 6 ايكوال كام. انا هسال سؤال واحد بسيط صغير، مين من الثلاثه ليه فاكتورايز؟ اللي في النص صح؟ طب اعمل لي كده فاكتورايز، اكس بار 2 ماينس واي بار 2، مش الاثنين ليهم سكوير روت؟ طيب يبقى نعمل براكتين، مره ايه ومره ايه؟ مره بلس ومره ماينس. الاكس بار 2 اكس تايم اكس، والواي بار 2 واي تايم واي، مره بلس ومره ماينس. لحد دلوقتي كده تمام؟ طيب بعد اذن الناس المحترمه انا هشيل اكس بلس واي واحط مكانها كام؟ 7. يلا يا باشا علم على ده واكتب 7. طيب الاكس بار 2 ماينس واي بار 2 اشيلها واحط مكانها كام؟ 14. شيل ده يا باشا احط مكانه 14. تمام؟ ملتبلاي. ها الاكس ماينس واي عندك تاني، اكس ماينس واي عندك نزلها زي ما هي، اكس ماينس واي. تمام؟ حلو ولا عبيط. 7 تايم كام؟ تدينا 14. 2. يبقى therefore x minus y equal 2. ستوب. هو انت عايز x minus y ولا y minus x؟ يعني عمل ايه الراجل العبيط ده؟ عكس صح؟ اكتب x. تمام؟ يبقى لو هنا x minus y ب 2 يبقى y minus x equal كام يا استاذه اللي سرحانه؟ نيجاتيف 2. يبقى انا اختار الاجابه B. خلاص؟ سؤال عبيط جدا بس مهم جدا. طيب نيجي للسؤال ده. الراجل بيقول لي ايه؟ بيقول لي if the solution set، حط خط تحت كلمه solution set of the equation x power 2 plus mx plus 9 equal 0 is negative 3. ولا هو السوليوشن سيت ده عباره عن الرقم بتاع مين؟ يعني اقدر اكتب على ده x، اقدر اكتب على ده x، يعني انا اشيل الاكس واكتب مكانها كام؟ طب ما يلا اكتب معايا، يبقى نيجاتيف 3 باور 2 بلس ام ملتبلاي نيجاتيف 3 بلس ال 9 ايكوال مين يا معلم؟ 0. حلو الكلام؟ طب عايزين نحسب، يلا والله السؤال ده اتكرر بس عمال يحور في شكل السؤال. نيجاتيف 3 باور 2 بكام؟ 9. نيجاتيف 3 تايم ام نيجاتيف 3 ام بلس 9 ايكوال 0. يلا ال 9 تروح مع ال 9 صح؟ ليه ما يروحوش مع بعض؟ عشان بوزيتيف، برافو عليكم. طيب 9 بلس 9 بكام؟ 18. يبقى 18 ماينس 3 ام ايكوال 0 صح؟ طيب نودي مين الناحيه الثانيه احسن؟ 3 ام. طيب يبقى المفروض المساله 18 ايكوال 3 ام. ماشي الكلام؟ ديفايدد 3 زي الفل. قواعدنا لما تشتغل في المسائل هتلاقي الماده بقت سهله. يبقى الام ايكوال 6. طيب يبقى انا اختار الاجابه بي. اختار الاجابه ايه؟ بي. طيب تعالى يا باشا السؤال ده، بص بقى اضحك ضحك السنين. الطالب شاف السؤال ده بيقول لي ايه؟ x ايكوال 3 x باور 2 ماينس y باور 2 ايكوال 5، يبقى الواي ايكوال كام؟ السؤال هنا هو السؤال ده محتاج فاكتورايز؟ ابص كده، هو الراجل ده جاب لك x بلس y واكس ماينس y؟ لا، الراجل ده بيقول لك الاكس ب 3. تمام؟ عايز يعرف الواي بكام؟ تمام؟ يقول لي الاكس ايكوال 3 اكس باور 2 ماينس واي باور 2 ايكوال 5، عايز اعرف الواي بكام؟ بمنتهى البساطه شيل الاكس حط 3. تمام؟ يبقى انا كده اقول له 3 باور 2 ماينس واي باور 2
التاني يا مستر انا هعملها بالاله. الباشا عمل ايه؟ بص بقى عشان ما نغلطش بالله عليكم حاول تركزوا. هسالك 3 اسئله. اول ما اعمل مود 5 3 هسالك اسال نفسك، ما تسالنيش انا، اسال نفسك 3 اسئله. مين الرقم اللي قدام الاكس بار 2؟ مين الرقم اللي قدام الاكس؟ مين الرقم اللي لوحده؟ يلا ابدا اسال. مين اللي قدام الاكس بار 2؟ 1. مين اللي قدام الاكس؟ 1 في عينك 0. مين الرقم اللي لوحده؟ 9. حلو. الاجابه طلع فيها اي. طلع فيها اي يبقى دي doesn't equal 0. تمام؟ طيب خش اللي بعده. يلا. الراجل بيقول لي if negative 2 is solution set. تمام؟ طيب يعني ايه solution set؟ يعني الرقم ده بتاع مين؟ اكتب عليه اكس. اكتب عليه اكس. يعني انا هشيل الاكس واحط مكانها كام؟ نيجاتيف 2. يلا بسرعه والله ما هستنى. نيجاتيف 2 باور 2 ماينس 8 تايم نيجاتيف 2 بلس ال 4 ايكوال 0. تقريبا السؤال ده المره الثالثه بحله. نيجاتيف 2 باور 2 بكام؟ 4. طيب نيجاتيف 2 تايم نيجاتيف ايه؟ بوزيتيف 2 ايه بلس 4 ايكوال 0. على جنب كده 4 بلس 4 8 يبقى 2a بلس ال 8 ايكوال 0. طيب مين سريع كده يقول لي ليه بكام؟ نيجاتيف 4. تمام؟ يبقى اختار الاجابه بتاعتي نيجاتيف 4. طيب السؤال اللي بعده. الحته اللي مش فاهمها. الراجل بيقول لي z of f equal 5. يعني ايه؟ بنقول z of f. تمام؟ يعني set of zeros of f of x. تمام؟ بالعربي الرقم اللي يخلي f of x equal 0. تمام؟ طيب شفت القانون؟ مش ده القانون بتاع f of x؟ صح؟ طيب هستأذنك اعمل كده. اكتب x بار 3 minus 3 x بار 2 plus a equal 0. نقول تاني عشان خاطر المحب. بنقول يا باشا لما واحد يقول لك في المسألة فيها كلمة زد، تمام؟ امسك المسألة دي. تمام؟ امسك المسألة دي كده اهو على بعضها، علم عليها كده، خليها ايكوال 0. ماشي؟ يلا. طيب وده حطه مكان الاكس. بص يا باشا هنشيل اكس ونحط كام يا جدعان؟ طيب يلا مع بعض الله يكرمكم. يبقى 5 باور 3 ماينس 3 5 باور 2. طيب باور 2 بلس a ايكوال 0. كده كل الاكسات اختفت، ما تبقاش غير مين؟ الايه. عايزين نجيب الايه. يلا يا وحش احسب معايا بالراحه. 5 باور 3 بكام؟ 125 ماينس، ما بتعرفش تحسب مش عيب بالاله يعني. 5 باور 2 25 تايمز 3 75 بلس a ايكوال 0. 125 minus 75 يبقى كام؟ 50. 50 بلس a ايكوال 0. ارمي لي يا عم ال 50 الناحيه الثانيه يبقى ال a ايكوال نيجاتيف 50. شكرا. تمام؟ طيب يلا السؤال اللي بعده. عايز حد يقول لي انا قلت كلمتين من شويه من 10 ثواني، لو سمعت ايه اعمل ايه؟ انا سمعت سيت اوف زيرو صح؟ اعلم على ده واكتب ايكوال ايه؟ 0. حلو؟ طب يلا تعالى يا باشا، بس هيحصل مفاجآت في المسألة دي. بص بقى هنا اقسم لي الصفحة دي 3. طيب الراجل قال لك هي المسألة دي ايكوال 0 لما الاكس بكام؟ بس او الاكس ب 5. لما الاكس ب 3 والاكس ب 5. يعني عندي رقمين بيخلوا المسألة ايكوال 0. حلو الكلام؟ يلا يا باشا نبدأ واحدة واحدة. يلا. أول حاجة أقول له كده when انا بشرح للراجل في ورقه الاجابه when الاكس equal 3. تمام؟ ايه اللي يحصل؟ اقول له يبقى therefore
شيل الاكس دي وشيل الاكس دي وحط 3 والمساله كلها ايكوال كام؟ 0. يلا يا وحش، يبقى ايه ملتبلاي 3 باور 2 بلس b ملتبلاي 3 بلس 15 ايكوال 0. تمام؟ اظبط لي المساله وبعد اذنك ارمي ال 15 الناحيه الثانيه. طيب 3 باور 2 بكام يا رجاله؟ يبقى 9a بلس 3b ايكوال نيجاتيف 15. رميت ال 15 الناحيه الثانيه. خلاص؟ طيب بعد اذن حضرتك نفس القصه اكتب بقى كده when when ايه يا باشا؟ when مين المره دي؟ x ايكوال كام؟ ماشي when الاكس ايكوال 5. تمام؟ هنكتب نفس السؤال ده. هقول له كده يبقى ايه براكت 5 باور 2 بلس b ملتبلاي 5 بلس 15 ايكوال 0. اظبط المساله يبقى 25a بلس 5b ايكوال نيجاتيف 15. تمام؟ طيب ماشي احمد كمل يا باشا معايا. تعالى سمي الايكويشن دي نمبر 1 وسمي الايكويشن دي كلها رقم كام؟ 2. حلو الكلام؟ بعد اذنك برضو بروز لي الايكويشن دي. تمام؟ بروز لي الايكويشن دي كده وبروز لي الايكويشن دي. خلاص؟ طيب تعالى يا باشا، تعالى يا حبيبي، يلا سؤال بقى هنا. فاكر اول درس الجبرا لما كنت بحط الايكويشن مع بعض واجيب الاكس والواي؟ هو ده نفس الدرس. يلا اكتب بقى معايا هنا 9a فرصه للناس اللي ما حضرتش الدرس الاولاني بلس 3b ايكوال نيجاتيف 15. صغر خطك. الثانيه 25 a بلس 5b ايكوال نيجاتيف 15. واحد يقول لي مستر طب ما اعملها بالاله واخلص. ما انت لو عملتها بالاله تاخد 0. ده سؤال مش تشوز. طيب هنعمل ايه؟ يلا ركز معايا يا باشا. بص بقى احنا في مرحله اتخاذ القرار، يا نتخلص من الايه يا تخلص من البي. بس بصراحه لو اتخلصت من الايه الارقام هتكبر قوي، فخلينا في البي على قدنا. ازاي؟ تعالى يا باشا جنب الايكويشن دي وجنب الايكويشن دي اعمل لي سهم. امشي معاك بالراحه على مهلك. هترد على قد السؤال هتفهم، مش هترد مش هتفهم. الرقم اللي قدام البي هنا كام؟ بعد اذنك امسك لي المساله دي ملتبلاي 5. تمام؟ طيب اللقطه الثانيه الرقم اللي قدام البي هنا كام؟ 3. بعد اذنك امسك لي المساله دي ملتبلاي، سيب مسافه اكتب 3. طيب ستوب ما تستعجلش. سؤال، هو انت لما تعمل ملتبلاي 5 وملتبلاي 3 هل البي والبي هيكنسلوا مع بعض؟ لازم واحد بوزيتيف والثاني ايه؟ نيجاتيف. فانا بصراحه اخترت اللي تحت دي ايه؟ نيجاتيف، وعشان ما اطلعش مغفل فجيت تحت المساله دي كتبت تشينج اول. تشينج اول يعني بفكر نفسي ان الاشارات كلها هتتغير. طيب هنعيد المساله. يلا يا باشا هناخد خط كده ونبدا نعمل المساله الجديده. السؤال بتاعي هنا هو ال 3 بس اللي هتتعمل ملتبلاي 5 ولا كل الارقام؟ كل الارقام. طيب 9 تايم 5 يبقى 45. 45 ايه بلس 3 تايم 5 15 بي ايكوال كام؟ اللي قال نيجاتيف 15 حمار. نيجاتيف 75. تمام؟ انزل لي تحت. يلا كل دول ملتبلاي نيجاتيف 3. يلا يا باشا 25 تايم نيجاتيف 3 نيجاتيف 75 ايه بوزيتيف 5 تايم نيجاتيف 3 نيجاتيف 15 بي ايكوال نيجاتيف 45. بوزيتيف صح. تمام؟ جميل. تعالى يا باشا خد خط كمان تاني بس هنا المره دي اكتب لي اد. اكتب لي ايه؟ اد. اول ما تعمل اد مين هيروح مع مين؟ البوزيتيف 15 بي مع النيجاتيف 15 بي في 60 ده. طيب هيتبقى عندي 45 ماينس 75 هيطلع نيجاتيف 30. سؤال بقى ايه ولا ايه باور 2؟ برافو ايه. كان في معلومه واحنا عيال صغيره بنقول ان اد دونت اد ايه؟ باور. تمام؟ طيب ايكوال
طيب نيجاتيف 75 بلس 45 نيجاتيف 30. تمام. طب هو انا عشان اجيب الايه لوحدها اعمل ده ديفايدد كام واعمل ده ديفايدد كام؟ ديفايدد نيجاتيف 30 وديفايدد نيجاتيف 30. الايه بكام؟ الحمد لله الايه ب 1. تمام كده. اروح رايح على هنا اقول له باي substituting in اي مساله in equation 1. تمام. اكتب يا باشا الايكويشن اللي انا كاتبها ايه 9a بلس 3b 9a بلس 3b equal نيجاتيف 15. طيب اشيل مين واحط 1؟ طيب يبقى 9 براكت 1 بلس 3b equal نيجاتيف 15. كان كذا حد سالني على السؤال ده برضه. 9 تايم 1 بكام؟ ارميها الناحيه الثانيه يبقى 3b equal نيجاتيف 15 minus 9. تمام؟ طيب يبقى 3b equal نيجاتيف 24. طيب عايز اجيب البي لوحدها هنعمل ديفايد كام؟ ديفايد كام؟ 3. ديفايد كام؟ 3. يبقى عندي كده البي ايكوال كام؟ نيجاتيف ايه؟ انا هسال سؤال واحد، هو الراجل ده عايز سوليوشن سيت ولا قال لي ايه وبي؟ عايز الاي وبي بس، يبقى انت كده خلصت. انا بسام بيصحح، انا بصحح في الامتحان ثالثه اعدادي ورايح قرفان، فانا مش هقرا اللي انت عملته كله، انا هشوف الاي ايكوال 1 البي ايكوال نيجاتيف 8 هديك 3 من 3. مش هقرا كل الكلام ده. حلو؟ عايز اشوف الحاجات دي قدامي. هتقول لي غشها غش حر. طيب اكتب على ده رخم يلا وستار. طيب تعالى يا باشا، الراجل هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك the set of zeros of the function f of x equal x plus 1 over x bar 2 minus 1. تعالى لما يجي لك مساله زي كده يلا اكتب معايا f of x equal، يلا اعمل لي فراكشن. الاكس بلس 1 سيبها زي ما هي. طيب الاكس بار 2 ماينس 1 عايز اعمل لها فاكتورايز، هنعمل براكتين اكس ماينس 1 واكس بلس 1. تمام. سؤال، هو عايز سيت اوف زيروز ولا عايز دومين؟ سيت اوف زيروز. حلو. جنبها كده بعد اذنك اكتب لي زد اوف اف ايكوال. طيب اسال سؤال افكر الناس، هو لما اقول سيت اوف زيروز بكتب ار اكسبت ولا مفيش ار؟ حلو قوي مفيش ار. طيب مين الحاجات اللي تخلي المساله فوق بزيرو؟ اكتب يا باشا نيجاتيف 1 اكسبت. استعد للمفاجاه. مين الحاجات اللي تخلي تحت بزيرو؟ 1 ونيجاتيف 1. فاكرين المساله بتاعت العيل الرخم اللي بيغيظ اخوه؟ اول حاجه كنا بنعمل ايه؟ بنشطب المتكرر صح؟ وبعدين بنشطب اللي اتبقى كله هنا، اللي اتبقى الناحيه الثانيه. طب ايه اللي موجود هنا؟ مش موجود هنا. مفيش، يبقى الاجابه فاي. يبقى الاجابه ايه؟ فاي. ماشي. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك the set of zeros of the function f of x equal الليله دي برضه نفس القصه set of zeros. خد بالك ان المساله دي فراكشن يا باشا. حلو. طيب هنعمل ايه يا استاذه اللي سرحان؟ هنقول له كده f of x equal، يلا هنعمل فاكتورايز فوق. مين يجيب لي رقمين الملتبلاي 2 والسبتراكت 1؟ 2 1 يبقى x و2 واكس وكام؟ 1. طيب هما سيم ساين ولا اوبزيت ساين؟ ال2 تاخد ايه؟ ماينس، وال1 ياخد ايه؟ بلس. طيب اكس باور 2 ماينس 4 افكها ازاي؟ اكس ماينس 2 واكس بلس 2. في حاجه تاني ليها فاكتورايز؟ لا. يلا يا باشا عايزين نجيب زد اوف اف. استعد يا بطل. مين الارقام اللي بتخلي فوق بزيرو؟ نيجاتيف 2 يبقى نكتب كام؟ 2. بوزيتيف 1 نيجاتيف 1 ديفرنس. هنا نيجاتيف 2 2 بوزيتيف 2 نيجاتيف 2. طيب عايز افتكر خطوات. اول حاجه بشطب مين؟ المتكرر. تمام. طيب شطبت المتكرر ماشي.
بشطب مين تاني؟ اي حاجه في البراكت التاني، صح؟ مين هيتبقى؟ نيجاتيف 1. يبقى الاجابه بتاعتي نيجاتيف 1. خلاص؟ يبقى الاجابه بتاعتي سي. ماشي؟ طيب السؤال اللي بعده، يلا. السؤال اللي بعده لعب عليك لعبه جامده قوي. بيقول لك ايه؟ السؤال ده يا حبيبي اكتب عليه كده ستار وترم. الراجل متعود كل شويه يقول لك فاين دومين فاين دومين فاين دومين، والقصه اتهرشت. عايز يغير، بيلعبك. تمام؟ الراجل السؤال، بص بصراحه من اول اولى اعدادي دايما بقول لكم الجمله دي، السؤال اللي بيبدا بكلمه اف انا بقلق منه. الراجل بيقول لي if the domain of الفانكشن دي is r except 2. يعني ايه الدومين r except 2؟ يعني الرقم اللي بيبوظ المساله تحت هو 2. يعني ايه بيبوظ المساله تحت؟ يخليها ايكوال ايه؟ زيرو. طب تاني كده يا مستر؟ عادي. بص يا بابا، اول ما سمعت كلمه الدومين اسمع يالا، اول ما اسمع كلمه الدومين علم على تحت. علم على مين؟ على تحت. طب انا كده اقول له ايه؟ يبقى therefore x باور 2 minus ax بلس 4 هتبقى ايكوال 0. الباشا اللي مش معانا خالص، ها؟ when حد يكمل الجمله، when ايه؟ x ايكوال كام؟ 2. الكلام ده يبقى ايكوال 0 لما الاكس ايكوال 2. طب ما نشيل اكس احط 2، يلا. ها؟ هنقول له ايه؟ يبقى 2 باور 2 minus a multiply 2 بلس ال 4 ايكوال 0. تمام؟ فك يا باشا. يبقى 4 minus 2a بلس ال 4 ايكوال 0. طيب 4 بلس 4 بكام؟ ايه؟ طب استاذنك ودي 2 الناحيه الثانيه ايكوال مين؟ 2a. مش شاطر يقول لي يبقى الايه بكام؟ بكام؟ 4. اختار الاجابه 4. تمام؟ يلا اللي بعده. هنا نفس اللعبه بس كده. يقول لك if the domain، علم على كلمه دومين. يلا. يقول لي of the domain of f of x اللي هي المساله دي is r except 2 and c. تمام؟ طيب السؤال زباله صراحه يعني. اقسم الصفحه نصين. مين يخطف بعينه بسرعه كده؟ المساله فيها كام حرف ناقص؟ 3. هو انت حسبت لا مؤاخذه الارض حرف؟ ماشي. الام مش موجوده والسي مش موجود. طيب اول ما اسمع كده، اسمع يا باشا، اول ما اسمع كلمه الدومين بقول له كده يبقى therefore، ركز على اللي تحت، x باور 2 minus 5x بلس الام هتبقى ايكوال 0 when ايه يا باشا؟ الاكس ايكوال كام؟ 2. لما الاكس ايكوال 2. طب ليه ما قلتش سي؟ هي ناقصه عقد، ما عندي ام وما عنديش سي كمان. هختار اكس ايكوال 2 الاول. تمام؟ هناخد السي كمان شويه. تمام؟ طيب شيل يا بابا الاكس وحط مكانها 2 وعلى مهلك. طب يبقى انا كده اقول له يا مستر يبقى 2 باور 2 ماينس 5 تايم 2 بلس الام اللي احنا مش عارفينها، الكلام ده ايكوال كام؟ 0. يبقى نقول تاني، مين الارقام اللي كانت بتبوظ المساله تحت؟ ال2 والسي، بس احنا السي مش عارفينه فخليه للاخر. اكتب كده خليه للاخر، هنجيبه ما تقلقش. طيب عايزين نحسب الحسبه دي. 2 باور 2 بكام يالا؟ 4 ماينس كام؟ 10 بلس الام ايكوال 0. 4 ماينس 10 بكام؟ نيجاتيف 6 بلس الام ايكوال 0. مين شاطر يقول لي يبقى الام بكام على طول؟ 6. جاوبت السؤال الاول. طب مستر اعمل ايه بالام ب 6؟ روح شيل الام وحط مكانها كام؟ 6. تمام؟ يبقى اقول له كده يبقى therefore x باور 2 minus 5x بلس، مستني الناس اللي بتفهم، ايكوال 0. بلس كام؟ امال انا جبت الام ليه؟ بلس 6. تمام؟ طيب مش المفروض المساله دي ليها فاكتورايز براكتين؟ صح؟ ولما عملناها فاكتورايز براكتين طلعت حاجه ب 2
وحاجه بسي، انا بقى عايز اعرف السي بكام. يلا نشتغل. مين يجيب لي رقمين المالتبلاي ب 6 والسم 5؟ 3 و2. طب يلا يا باشا، يبقى اكس و3 واكس و2 حلو كده ايكوال 0. هنقف ونطبق حلو قوي. طيب هنا نيجاتيف وهنا نيجاتيف صح؟ طب مين يقول لي يبقى الاكس ايكوال كام؟ 3 والاكس ايكوال كام؟ 2. ستوب. تعالى، مش الرقم 2 انا كنت مديهولك؟ مين شاطر يقول لي يبقى السي بكام؟ هو ده الرقم الناقص، هو ده الرقم الناقص. وصل كده؟ عايزين نراجع كده احنا عملنا ايه؟ اقول لك انا عملنا ايه. اول حاجه مسكنا اللي تحت خلينا ايكوال 0. هتردوا عليا، اشيل الاكس واحط مكانها مين الاول؟ 2 ولا سي؟ مش سامع. طب بعد ما اشيل الاكس واحط 2 هطلع مين؟ طب بعد ما اطلع الام اعمل ايه؟ اروح للمساله الاصليه تحت تاني، اشيل الام واحط الرقم واعمل لها فاكتورايز. لما اعمل لها فاكتورايز هطلع مين؟ هطلع مين؟ سي. وصلت؟ اللي فيه بيقول لي الاكس doesn't equal 4. طيب ليه يا مستر الكلام ده؟ انا عايز افهم برضه. بص، الاكس doesn't equal 4 بعد اذنك اكتب لي عليها دومين. اول مره اشوف الدومين كده. تمام؟ طيب يعني ايه يا مستر الدومين اكس doesn't equal 4 دي؟ مش احنا متعودين ار اكسبت مين الرقم اللي ممنوع استخدمه تحت؟ 4. فهو ادالك الدومين بشكل تاني، بس ما علينا. الراجل بيقول لك the simplest form of the function f of x. يعني بص، اول ما تسمع simplest form اكتب كده فوق factorize up down. factorize up down. تمام؟ الناس طيب، فانا هقول له كده f of x equal، ماشي؟ يا رب بس نسيب في ايدينا الثواني ثواني. لو بصيت على الفراكشن، الفراكشن فيه حاجه مش مظبوطه، يا اللي فوق يا اللي تحت. مين اللي مش مظبوط؟ اللي فوق، يعني اللي تحت تمام. طيب اكتب اللي تحت زي ما هو x minus 4. طيب اقول مره واثنين وثلاثه وخمسه. لما تجيلك المساله مش عاجباك في الاشارات، لما تجيلك المساله معكوسه وعايز تعدلها، طلع لي النيجاتيف 1 بره كومن فاكتور واقلب المساله. ازاي؟ بدل ما هي 4 ماينس اكس هخليها اكس ماينس 4. حلو؟ لاحظت حاجه؟ ال4 كانت بوزيتيف بقت نيجاتيف، الاكس كانت نيجاتيف بقت بوزيتيف. تمام؟ طيب لما نعمل سمبليفاي مين هيروح مع مين؟ الاكس ماينس 4 هيروح مع الاكس ماينس 4، تطلع الاجابه بكام يا وحش؟ نيجاتيف 1. وصل كده؟ يبقى السمبلست فورم بتاعنا نيجاتيف 1. طيب بص السؤال ده بيقول لي يا مستر انا عايز اجيب الكومن دومين، وقلنا اتلخبطنا فيها الحصه اللي فاتت. تمام؟ طيب امسك كل مساله لوحدها. الاولانيه تبقى 2 اوفر، حد يقول لي الفاكتورايز بتاعها كام؟ اكس ماينس 1 وايه؟ واكس بلس 1. دي الاولانيه. طيب بعد اذنك دومين 1 ايكوال ار اكسبت هشاور كام؟ 1 ونيجاتيف 1. كلام محترم. خش على المساله الثانيه. ماشي؟ 5x اوفر، هنا في x وهنا في x، اعمل ايه؟ اخد الاكس كومون ايه؟ فاكتور، افتح براكت. x باور 2 خدت منها x يتبقى x ماينس 1. حلو قوي. الناس الشاطره دومين 2 ار اكسبت هشاور x لوحدها بره 0 وكام؟ 1. تمام؟ طيب لما اقول الكومون دومين اخد المتكرر ولا كله؟ كله. يبقى الكومون دومين عندي ايكوال ار اكسبت كام يا باشا؟ 1 و0 ونيجاتيف 1. فين الاجابه دي؟ سي. خلاص؟ طيب تعال السؤال ده بسرعه بقى حله خلاص فهمناه. فايند ذا كومون دومين. المساله دي لما تسمع كومون دومين اعمل فاكتورايز فوق ولا تحت؟ تحت. طب انجز بقى. يبقى المساله ايكوال اكس باور 2 بلس 9 اكس بلس 20. الفاكتورايز تحت هيبقى براكتين توأم اكس ماينس كام؟ 4 واكس بلس كام؟
4 بسرعه. دومين 1 ايكوال ار اكسبت كام؟ 4 ونيجاتيف 4. خش الثانيه هنكتب ايكوال بسرعه. اللي فوق زي ما هو اكس باور 2 بلس 5 اكس. طيب في اكس هنا في اكس هنا، خد الاكس كومن فاكتور. تمام. طيب يتبقى معاك مين؟ اكس ماينس مين؟ 4. سعاده الباشا يلا عايز اجيب الدومين. دومين 2 ايكوال ار اكسبت كام؟ 0 و4. طيب يبقى الكومن دومين بتاع حضرتك بكام؟ غلط غلط. ار اكسبت 0 و4 ونيجاتيف 4. تمام؟ ده كومن دومين على طول. السؤال اللي بعده. تمام؟ بص يا باشا، السؤال اللي بعده اكتب عليه مهم. يقول لك ايه؟ find the value of A and B given that 1 و 2 is solution for the two equation ده وده. طيب بسرعه كده، الايكويشن الاولانيه فيها كام حرف؟ برافو 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. والراجل بيقول لي هات لي الاي وبي، والله العظيم ما حلها. الا ان هو الراجل طلع محترم، قال لي ان ال1 وال2 كانوا سوليوشن للمساله. فانا هعمل ايه؟ هشيل الاكس واحط 1 واشيل الواي واحط كام؟ 2. مع احمد عمرو؟ تمام. طب يلا مع بعض كده. يبقى اول مساله ايه؟ هنقول ايه ملتبلاي 1 بلس بي ملتبلاي 2. ارمي ال 5 الناحيه الثانيه، هتقول لي ايكوال نيجاتيف 5. ماشي؟ طب خش الثانيه، شيل الاكس حط 1 وشيل ده حط 2. طيب يبقى انا كده اقول له 2a ملتبلاي 1 بلس b ملتبلاي 2. ارمي ال 1 الناحيه الثانيه يبقى ايكوال كام؟ 1. الناس المحترمه عايز اظبط المساله. a تايم 1 بكام؟ a. b تايم 2 بكام؟ 2b. ايكوال كام؟ نيجاتيف 5. طب مين يمالين الثانيه؟ 2a بلس 2b ايكوال كام؟ 1. بالتالي كده تعرف تحلها صح؟ طيب هحلها ادي لك بس الفكره. انا عايز اتخلص من الايه. حد شاطر يقول لي؟ هنا كام؟ 1. اعمل لي هنا ملتبلاي نيجاتيف 1. طب الرقم هنا كام؟ 2 ملتبلاي نيجاتيف 2. 2 بس. تمام؟ وبعدين كمل في بيتكم. كمل في بيتك مع نفسك، انا اديتك الفكره. خش اللي بعده. تعالى السؤال هنا بيقول لك ايه؟ بص يا استاذ، السؤال بيقول لي the function f where f of x equal x minus 3 over x minus 4 has additive inverse. has additive inverse in the domain كام؟ بص معايا. هو انا سؤال، لو انا قلت لك بعد اذنك معلش يعني اكتب لي 2 over 3. لو انا طلبت منك انا عايز الاديتيف انفرس هتعمل ايه؟ كم؟ اي كلب قال لي نيجاتيف 3 اوفر 2 حمار. نيجاتيف 2 اوفر 3. تمام؟ انا قلت additive inverse، بعكس اشاره بس. نعكس اشاره بس. تمام؟ طب السؤال بتاعي لما انت قلت بنعكس اشاره بس، هل اللي تحت اتغير؟ هل اللي تحت اتغير ولا جيت ناحيته؟ لا. طيب مين شاطر يقول لي الدومين بتاع المساله دي كان كام؟ 4 4 ايه؟ ار اكسبت كام؟ 4. طيب لو انا عايز اجيب الاديتيف انفرس، بص بقى كده، لو عايز اجيب الاديتيف انفرس عايز اتعلم مش عايز احفظ. بص هتعمل ايه؟ الاديتيف انفرس بمنتهى البساطه كل اللي هتعمله تعكس الاشارات اللي فوق، او ممكن تعمل كده نيجاتيف براكت اكس ماينس 3 اوفر اكس ماينس 4. السؤال هنا هل اللي تحت اتغير؟ يبقى هنا لو قلت لك هات لي الدومين هتقول لي برضو ار اكسبت 4. مفيش تغيير. تمام؟ طيب يبقى الاجابه بتاعتي تعتبر بي. طيب رزعتك بقى السؤال اللي بعده. بص بيقول لك ايه؟ الدومين حط بروز لي بقى دي.
تاني كده اكتب لي كده كلمه مالتيبليكيتيف انفرس بعد اذنك. مالتيبليكيتيف انفرس بسرعه. طيب لو انا قلت لك مثلا ال 2 اوفر 3 المالتيبليكيتيف انفرس بتاعه كام؟ 3 اوفر 2. حلو قوي. يعني اللي كان فوق بقى تحت واللي تحت بقى فوق. تمام؟ طيب بص يا باشا، الراجل قال لك انا عايز اجيب الدومين بتاع المالتيبليكيتيف انفرس ده. طيب مش المفروض، بص بقى بعد اذنك سمي لي دي، بروزها كده، وسمي لي دي ان اوف اكس. تمام؟ سمي لي دي ان اوف اكس. لو انا قلت لك عايز اجيب المالتيبليكيتيف انفرس فانا هكتب كده ان باور نيجاتيف 1 اكس. طيب يعني ايه مالتيبليكيتيف انفرس يا باشا؟ ايه اللي بالفراكشن. لما انا بالفراكشن هيبقى اكس بلس 5 اوفر اكس بلس 2. تمام؟ طيب انا عايز اسال يا عم محب الدومين بتاع المالتيبليكيتيف انفرس. بص معايا، هسال سؤالين للناس الشاطره. يلا استعد. مين الرقم اللي كان بيبوظ المساله الاصليه؟ نيجاتيف 5 صح؟ يبقى ار اكسبت نيجاتيف 5. ماشي. قلبنا المساله. مين الرقم اللي بيبوظ المساله الجديده؟ نيجاتيف 5 برضو ولا نيجاتيف 2 اللي تحت؟ نيجاتيف 2. يبقى الرقمين دول ممنوعين. يبقى لما اقول لك انا عايز المالتيبليكيتيف انفرس او الدومين بتاع المالتيبليكيتيف انفرس، يبقى ار اكسبت الرقم اللي بيبوظ الاصليه والرقم اللي بيبوظ المساله بعد ما تتقلب. يعني من الاخر نقول كده الدومين ايكوال ار اكسبت اب وداون. ار اكسبت اب وداون، عشان بس برضه تفكرك بالكلمه دي اللي هي فوق وتحت يعني. طيب تعالى يا باشا، السؤال هنا سؤال عبيط جدا جدا جدا. بيقول لك انا عايز اجيب الاديتيف انفرس للمساله دي. انهي اجابه؟ اول واحده. خلاص؟ طيب السؤال ده ايه؟ اهو تمام. بص يا باشا تعالى، بيقول لي find the solution set in R2. R2 يا باشا اللي هي R by R. تمام؟ of the two equation x plus y equal to 1 over x plus 1 over y equal to. حلو؟ طبعا كل ما يجي العيال كل سنه يجي لهم السؤال ده في الامتحان كل يسيبه. بص يا باشا، احنا اول حاجه بس كده المساله دي هتتعدل الاول، سيبك من دي. تمام؟ طيب هعدلها ازاي؟ خليك على الجنب بس ده كده، اكتب معايا خط صغير 1 over x plus 1 over y equal to. تمام؟ دي مش مساله طبيعيه بصراحه. بص انا عايز اتخلص من الاكس اللي تحت. تمام؟ هتقول لي سهله. عايز تتخلص الاكس اللي تحت، امسك المساله كلها اعمل لها ملتبلاي مين؟ ملتبلاي اكس. فالاكس دي هتروح مع الاكس دي، وراح تطلب منك كمان طلب. قلت لك طب معلش انا عايز اتخلص كمان من الواي. بسيطه، اعمل كمان ملتبلاي مين؟ واي. يبقى انا همسك السؤال كله اعمل له ملتبلاي مين؟ اكس واي. طيب تعالى كده بالراحه، نتكلم كده على جنب كده عشان برضو الناس اللي ايه اللي على قدها تبقى فاهمه انا بقول ايه. بص يا باشا، اكتب معايا ده توضيح، مش تبع حل مساله، توضيح. هو انا لو قلت لك 1 اوفر اكس اعملها لي ملتبلاي اكس واي، مين هيروح مع مين؟ الاكس مع الاكس، مين هيتبقى؟ واي. ماشي. طيب لو قلت لك 1 اوفر واي اعملها لي ملتبلاي اكس واي، هيبقى ايه؟ اكس. طيب لو انا قلت لك ال2 اعملها لي ملتبلاي اكس واي، يبقى 2 اكس واي. طيب انا عايز اعدل المساله دي، عايز اعدلها بجد. ده يبقى ايه؟ y بلس x ايكوال 2x y. ماشي؟ تمام. طيب كده بدات افهم شويه. ده يا مستر المساله بتاعت السبستيتيوتنج طويله. طب هنحلها ازاي؟ تعالى يا حبيبي، شايف الايكويشن دي؟ شايفها؟ تعالى اكتب هنا على جنب اليمين اللي انا سايبه فاضي since الاكس بلس الواي ايكوال 2. افكرك بالدرس ده، انا عايز يا الاكس لوحدها يا الواي لوحدها، فانا هودي الواي الناحيه الثانيه.
يبقى انا اقول له كده يبقى therefore الاكس equal 2 minus الواي. بروز دي ونسميها رقم كام؟ 1. تمام؟ طيب مين فاكر الايكويشن دي كنت قلت في حاجه كده بعملها؟ لازم تبقى ايكوال ايه؟ 0. طب اعمل ايه؟ وادي ده الناحيه الثانيه. تمام؟ يبقى اقول له كده يبقى therefore y plus x minus 2xy equal كام يا باشا؟ 0. هنسمي دي رقم 2. تمام؟ وبرضه هبروزها. خليك عيل محترم نضيف. طيب مين فاكر الجمله اللي كنت بكتبها؟ by substituting from مين يا ابني؟ from 1 in 2. طيب عايزكم تشرحوا لي اشيل مين واحط مين؟ اشيل الاكس واحط مكانها مين؟ 2 ماينس واي. تمام؟ طب خليك معايا. الواي دي مصيرها ايه؟ زي ما هي بلس. الاكس دي مصيرها ايه؟ ممكن من غير براكت. اشمعنى دي من غير براكت؟ عشان قدامها بلس، صح؟ فانا اقول له على طول بلس 2 ماينس واي. ستوب. استهدى بالله، صلى على النبي كده وتعالى لي. هو انت هنا دلوقتي الاكس دي عشان تتشال هتحط مكانها مين؟ 2 ماينس واي في براكت، صح؟ عمرك شفت انا بفك براكت من اليمين والشمال مره واحده؟ هتتحول. فانا هعمل حركه حلوه قوي. بص انا هكتب ماينس 2. شفت الواي اللي بالاحمر دي؟ حطها معاها. تمام؟ يبقى كده مين اللي فاضل ما اتشالش؟ تاني ال2 كتبتها. الواي مش كلهم ملتبلاي بعض؟ يجرى حاجه لو بدلت؟ طيب اخلي الواي هنا. طب كده مين اللي ما اتشالش لسه؟ الاكس. نشيل الاكس ونحط ايه يا بابا؟ براكت. البراكت ده جواه ايه؟ 2 ماينس واي. الاجابه كلها ايكوال كام؟ 0. ماشي الكلام؟ طيب نبدا نتعامل. يلا. المساله دي فيها هديه. الواي هتروح مع الواي. اغبى مخلوق. ال2 هتروح مع ال2. اشمعنى؟ دي 2 لوحدها، لكن دي معاها 2 واي وشويه حاجات لسه جايه في السكه. تمام؟ فال2 هتنزل لوحدها. استعد يا بطل. نيجاتيف 2 واي ملتبلاي 2 نيجاتيف 4 واي. تمام؟ طيب نيجاتيف 2 واي طيب نيجاتيف واي بوزيتيف 2 واي باور 2 ايكوال 0. تمام؟ طيب رتب. مين يرتب لي المساله؟ اقول ايه؟ 2 واي باور 2 ايوه ماينس 4 واي بلس 2 ايكوال 0. يلا الآلة حبيبتك. يلا يا باشا. مود 5 3. قلنا نكتب كام؟ 2 نيجاتيف 4 2. اول رقم طلع كام؟ معلش في رقم تاني؟ حلو قوي. طيب انا عايز اعملها فاكتورايز. مش طلعت رقم واحد وانت عايز تصيع وتبين انت عملتها من غير آلة؟ مش انت طلعت 1؟ اكتب يا باشا واي ماينس 1 واي ماينس 1. تمام؟ طيب في حته انا دايما بطنشها كده، الا لو عيل شاطر قال لي يا مستر في كذا. ايوه الله يكرمك يا ابني. مش انت عندك هنا في 2 اصلا؟ مش المفروض لما اعمل ده تايم ده يدينا 2 واي بار 2؟ طب ده تايم ده واي بار 2 بس يبقى في 2 بره. هي مش هتفرق في المساله. هي مش هتفرق. يعني لو ما كتبتهاش محدش ياخد باله. تمام؟ بس انا بقول لك ليك انت. تفرق معاك امتى؟ في المسائل بتاعت الدومين. ممكن تبوظ لك السؤال كله. طيب يبقى انا كده اقول له therefore الواي equal 1 زي ما الآلة طلعت. طيب السريع مين شاطر يقول لي بعد ما جبت الواي اروح اقول له باي سبستيتيوتنج فين؟ في 1 ولا طول معفنه؟ 1 يبقى ان 1. يلا يبقى therefore الاكس equal 2 minus 1 equal كام؟ 1. طيب الناس الشاطره مين شاطر يقول لي بس ليش نسيت كام وكام؟ كام؟ 1 1 كده صح؟ حط براكتس. تمام؟
حط ايه؟ براكت. تمام كده؟ يلا دلوقتي المسألة هنا بيقول لك ايه؟ find n of x in the simplest form showing the domain. تمام؟ طيب نمشي واحدة واحدة. لما يجي لك سؤال زي كده مسألة ماينس هتعمل ايه؟ فاكتورايز اب داون على طول. ماشي؟ كمل جنبها يلا بابا. هنكتب مع بعض x بلس 3. انزل تحت بسرعة. اكتب يا باشا هنا x ماينس 3 وx بلس 3. تمام الكلام؟ يلا ماينس. خش يا باشا كده بسرعة. فراكشن تاني. طب انا عندي هنا يا مستر 2 وعندي هنا 2. خد يا باشا 2 كومن فاكتور فوق بسرعه وانجز. طيب افتح براكت. مين شاطر يقول لي البراكت اتبقى ايه؟ اكس بلس ايه؟ 1. زي الفل. طب مين يجيب لي رقمين الملتبلاي ب 3 والسبتراكت ب 2؟ كام؟ 3 و1. تمام؟ يبقى نعمل براكتين. ماشي؟ هنا اكس وهنا اكس. ماشي؟ هنا 3 وهنا 1. ال 3 تاخد ايه؟ نيجاتيف. والتاني ياخد ايه؟ بوزيتيف. مين يقول لي قبل ايه اعمل ايه؟ قبل السمبليفاي اجيب دومين. طيب السؤال بقى بالنسبه للدومين ار اكسبت داون داون ولا داون داون اب؟ امال امتى داون داون اب؟ مساله ديفايدد. داون داون اب مساله ايه؟ ديفايدد. تمام. طب ركز معايا هشاور وترد عليا. نيجاتيف 3 يبقى كام؟ 3. بوزيتيف 3. نيجاتيف 3. نيجاتيف 3 مكتوبه. بوزيتيف 1. نيجاتيف 1. طيب السؤال الثاني لما اجي مساله ماينس وعايز اعمل سمبليفاي اي حاجه مع اي حاجه ولا كل فراكشن مع نفسه؟ كل فراكشن مع نفسه. طب يلا يا باشا ده اكس بلس 3 صح؟ شيل الاكس بلس 3 من هنا مع الاكس بلس 3 من هنا. مين هيتبقى في الفراكشن الاولاني؟ 1 اوفر اكس ماينس 3 ماينس. مين هيشيل هنا؟ اكس بلس 1 مع الاكس بلس 1. مين هيتبقى؟ 2 اوفر اكس ماينس 3. حلو؟ ايكوال يا بابا. مش الدينيمينيتور زي الدينيمينيتور؟ حط يا باشا نفس الدينيمينيتور مره واحده وتروح تبوس اللي حط ايد الامتحان. تمام. تبوس ايد اللي حط الامتحان. تمام. ليه؟ لما بيكون سيم دينيمينيتور بيريحني. بكتب الفراكشن مره واحده. تمام. واللي فوق مع بعض 1 ماينس 2. يبقى الاجابه الاخيره نيجاتيف 1 اوفر اكس ماينس 3. كده السؤال ايه؟ خلصان. تمام. طيب تعالى يا باشا السؤال اللي بعده. تمام. السؤال اللي بعده كده اكتب عليه انذار. تمام. انذار في حاجه في مشكله. بص بقى السؤال اللي بعده تعالى بيقول لك find n of x in the simplest form showing the ايه domain. تمام. طب اول خطوه بص بقى يلا مبدئيا كده اللي فوق هنا في x وهنا في x هنعمل ايه؟ هناخد الاكس كومون ايه فاكتور. افتح براكت يا باشا. ها هيبقى مين؟ x ماينس 2 زي الفل. تعالى تحت عايز رقمين الملتبلاي ب 2 والسم 3. 2 1 يبقى اكس مع 2 واكس مع مين؟ مع ال 1. حلو. هنا ماينس وهنا ماينس. في اي استفسار كده؟ جميل. بص بقى تعالى لي بالراحه. ماينس. اصبر. بص المساله دي مش عجباني. تمام. فانا عايز اعدلها. عشان اعدلها اول خطوه هناخد نيجاتيف 1 كومون فاكتور ونفتح براكت. تمام. اقلبها بقى. بدل ما هي 4 ماينس اكس باور 2 تبقى اكس باور 2 ماينس مين؟ ماينس 4. ماشي؟ طب تحت عايز رقمين الملتبلاي ب 2 والسبتراكت 1. 2 مع 1 يبقى اكس مع 2 واكس مع مين؟ واكس مع 1. حلو؟ طيب اكس مع 2 ال 2 هتاخد ايه؟ بلس. ها والتاني ياخد ايه؟ ماينس. تمام؟ حضرتك لما تاخد النيجاتيف 1 كومون فاكتور اكتب تشينج. تمام؟ طيب تعالى يا باشا هو انت مستعد للدومين ولا لسه في مشكله؟ لا انا مستعد. كل حاجه تحت جاهزه. يبقى نقول له كده الدومين ايكوال ار اكسبت. هنا نيجاتيف 2 وهنا نيجاتيف 1 يبقى كام وكام بسرعه؟ 2 1. طب هنا بوزيتيف 2 نيجاتيف 2. طب هنا نيجاتيف 1 1. فدي خلصانه مش مشكله فيها. تاني هنا بوزيتيف 2 هنا بوزيتيف 1 هنا نيجاتيف 2 وهنا 1. طيب فاضل لقطه بقى. بص بقى قبل اي حاجه مش هعمل سمبليفاي دلوقتي. طب بص بقى انا هعمل ايه؟ بص يا نجم
شفت النيجاتيف 1 ده بروزه بعد اذنك. نيجاتيف 1 هعمل له ملتبلاي النيجاتيف ده. اقول تاني النيجاتيف 1 ده هعمل له ملتبلاي نيجاتيف. فاللي هيحصل سبحان الله الواد طالع في الامتحان يقول لك احنا جات لنا في الامتحان مساله ماينس، وانت تقول له يا باشا مفيش ماينس في الامتحان، دي مساله بلس. ليه؟ عشان نيجاتيف ملتبلاي نيجاتيف بيدينا ايه؟ بوزيتيف. تمام؟ فالعيل حلها على انها ماينس ومكمل انها ماينس في الاخر، وهي اصلا هتتحول ايه؟ بلس، فلبس في الحيط. تمام؟ طب كمل مسألتك كده. هنقول اكس براكت اكس ماينس 2، وهنا اكس ماينس 2 واكس ماينس 1. حلو؟ كمل يا باشا. اعمل لي فراكشن. الاكس باور 2 ماينس 4 هنعملها فاكتورايز اكس ماينس 2 واكس بلس 2. حلو كده؟ طب وتحت زي ما احنا اكس بلس 2 واكس ماينس 2 واكس ماينس 1. تمام؟ طيب زي الفل. تعالى يا باشا. هنا بقى نبدا مرحله مين؟ سمبليفاي. طب اي حاجه مع اي حاجه ولا كل واحد مع نفسه؟ حلو، يلا شيل يا باشا الاكس ماينس 2 مع الاكس ماينس 2. مين هيتبقى؟ اكس اوفر اكس ماينس 1. طيب شيل يا استاذ الاكس بلس 2 مع الاكس بلس 2. مين هيتبقى؟ ها؟ اكس ماينس 2 اوفر اكس ماينس 1. كده تمام؟ طيب باشا المساله دي هديه ولا تعذيب؟ هديه. الدينومينيتور زي بعض يا جزم. الدينومينيتور زي بعض. يبقى نكتب كده الاكس ماينس 1 مره واحده. الاكس ماينس 1 مره واحده. واكتب كل اللي فوق بلس بعض. طيب بص هنكتب اكس بلس اكس ماينس 2. تمام؟ بص بقى هو 1 اكس بلس 1 اكس يدينا كام؟ طيب اكتب معايا بعد اذنك 2 اكس ماينس 2 اوفر اكس ماينس 1. طبعا انت فاكر المساله خلصت؟ لا. تعالى يا باشا. انت خدت بالك؟ ها؟ خدت بالك يا عم ياسين ان ال2 متكرره هنا ومتكرره هنا؟ يعني انا بعد ما خلصت المساله ممكن اخد ال2 كومن فاكتور تاني. صح؟ تاني يا مستر تاني. يعني انا بعد ما جمعت وحطيت الواي ترم وجمعته مع بعض ممكن اخد ال2 كومن فاكتور تاني. ماشي؟ افتح يا باشا براكت. طيب 2 اكس خدت منها 2 يتبقى اكس ماينس 2 ديفايدد 2 1 اوفر مين؟ اكس ماينس 1. تمام؟ مين هيروح مع مين؟ اكس ماينس 1 مع الاكس ماينس 1. مين هيتبقى في الاخر؟ 2. مين هيتبقى في الاخر؟ 2. وصل كده؟ طيب تعالى يا باشا السؤال ده بيقول لك انا عندي n1 x ايكوال كذا وn2 x ايكوال كذا. بيقول لك is n1 ايكوال n2. تعالى بقى كده ارد عليك بسرعه. شباب لو الدومين ايكوال الدومين والسمبليفاي ايكوال السمبليفاي يبقى دول ايه؟ ايكوال. خد السؤال الثاني. طيب لو الدومين ايكوال الدومين والسمبليفاي مش ايكوال للسمبليفاي بقى هو كنت متوقع مش كده بدلت الترتيب. مش ايكوال. طالما السمبليفاي مش ايكوال للسمبليفاي ما ينفعش بيك. طب لو الدومين مش ايكوال للدومين والسمبليفاي ايكوال للسمبليفاي هيبقوا ايكوال بس في الكومن دومين. حلو كده؟ طب تعالى نشوف الكلام ده. تعالى لما يجي لك سؤال زي كده في الامتحان اول حاجه حضرتك بتقسم الصفحه نصين. تمام؟ يلا هقول له n1x ايكوال. يلا يا باشا فراكشن x اوفر. تعالى هنا x باور 2 وهنا x. نعمل ايه؟ الاكس كومن فاكتور افتح براكت. مين هيتبقى؟ x ماينس 2. طب بعد اذنك بسرعه كده عايز اجيب دومين 1. مين شاطر يقول لي ار اكسبت كام؟ 0 و2. طيب اعمل لي سمبليفاي. ده يروح مع ده. طيب غباء هيبدا دلوقتي. يبقى ان 1 اكس. سؤال اكتب اكس ماينس 2 ولا 1 اوفر اكس ماينس 2؟ 1 اوفر اكس ماينس 2. حلو كده انا وقفت. تمام؟ خش الناحيه الثانيه. يلا الناحيه الثانيه اقول له ايه؟ يبقى ان 2 اكس. اقول له ايكوال اكس بلس 1 اوفر. يلا يا باشا عايز رقمين الملتبلاي ب 2 سبتراكت 1.
طيب ادي اكس مع 2 وادي اكس مع 1. تمام؟ يلا يا باشا تعال. هنا ال2 هتاخد ايه؟ ماينس، وال1 ياخد ايه؟ بلس. جميل. هنجيب دومين 2. تمام؟ دومين 2 ايكوال ار اكسبت، تعال، نيجاتيف 2 يبقى 2، بوزيتيف 1 نيجاتيف 1. طيب اعمل لي سمبليفاي، يبقى ان 2 اكس، مين يروح مع مين؟ الاكس بلس 1 مع الاكس بلس 1، مين هيتبقى؟ 1 اوفر اكس ماينس 2. ستوب. تعال. سؤال، هل دومين 1 ايكوال دومين 2 ولا لا؟ مش ايكوال، صح؟ تمام؟ طيب يبقى المفروض كده اقول له ايه؟ يبقى therefore من الاخر اقول له n1 doesn't equal مين؟ n2. وش كده على طول. تمام؟ الدومين مش ايكوال. بس نيجي بقى للكلمه السحريه اللي انت لو ما كتبتهاش هتنقص. اقول له but n1 x هتبقى ايكوال n2x. ليه؟ مش السمبليفاي يعتبر ايكوال للسمبليفاي؟ تمام؟ بقول له لو انت عايزها ايكوال اقول له ان الكومن دومين. ان الكومن دومين. طيب مين يا باشا الكومن دومين؟ اللي هو ار اكسبت كام؟ كل الارقام، اللي هو كام يا باشا؟ 0 و2 ونيجاتيف 1. تمام كده؟ السؤال اللي جاي يقول لي the fraction n of x. تمام؟ x minus 2 over 2 has multiplicative inverse in the domain. يلا استعد. r except فوق، مين يطلع فوق بزيرو؟ 2. ماشي. طيب هقول له كده r except 2. تمام كده؟ طيب وتحت ايه اللي يخلي تحت بزيرو؟ ولا حاجه. اللي يخلي تحت بزيرو ولا حاجه. ليه ولا حاجه؟ لان مفيش اكس اصلا، مش كده؟ يبقى ار اكسبت 2 بس. ار اكسبت 2 بس. تمام؟ دي الاجابه. قلبي ترم 1000%. حلو؟ جاي. والله انا مش عايز اقول لك جاي يعني. بص السؤال اللي بيقول لك ايه حضرتك؟ بيقول لك انا عندي هنا ال n of x equal x باور 2 minus 2x over x minus 2. طلباتك قال لي هات لي المالتيبليكيتيف انفرس in the simplest form showing the ايه؟ domain. اول حاجه تعالى كده امسك لي بس n of x ظبطها الاول. هنا في x وهنا في x، خد يا بابا الاكس كومن فاكتور بسرعه، افتح براكت x minus 2، انزل لي تحت x minus 2 زي ما احنا. الشطار therefore الدومين، انجز بقى، بتاع المالتيبليكيتيف انفرس. بص تكتبها كده. هنقول ايكوال ار اكسبت فوق وتحت، فوق وتحت، واحده واحده بس، واحده واحده. في اكس فوق يبقى 0، نيجاتيف 2 يبقى 2. طب وتحت هي تمام كده خدت الدرجه. طيب عايز اجيب المالتيبليكيتيف انفرس. يلا يبقى المالتيبليكيتيف انفرس هتعمل ايه؟ هتقلب الفراكشن. تمام؟ يبقى انا اخليه كده x minus 2 over x multiply x minus 2. مين هيروح مع مين؟ الاكس minus 2 هيروح مع الاكس minus 2، يتبقى 1 over x. تمام؟ كده انت جبت المالتيبليكيتيف انفرس. خلصت الجنب الاولاني. بص بقى السؤال الثاني بقى جامد جدا، بيقول لك لو كان المالتيبليكيتيف انفرس ايكوال 1 over 3. يعني كده لو كان المالتيبليكيتيف انفرس اللي انت جبته ايكوال 1 over 3، تعرف تجيب لي الاكس بكام؟ سهله. اقول له كده since ان المالتيبليكيتيف انفرس للاكس ايكوال 1 over 3. طيب هو انت مش كنت جايب ان المالتيبليكيتيف انفرس اصلا 1 over x وهو مدي لك الفاليو بتاعه ب 1 over 3؟ افهم من كده ايه؟ اقول له يبقى therefore ان ال 1 over الاكس ايكوال 1 over 3. مين شاطر بالعقل؟ يبقى الاكس بكام؟ مش اللي فوق ايكوال اللي فوق، يبقى اللي تحت ايكوال اللي تحت، يبقى therefore الاكس ايكوال كام؟ 3. وصل كده؟ السؤال اللي جاي يقول لي find n of x in the simplest form showing the domain.
يلا هنا دلوقتي المساله دي ديفايد صح؟ طيب واحده واحده اقول له ان اوف اكس ايكوال تمام؟ طيب مين يجيب لي رقمين الملتبلاي ب 1 ماشي والسم ب 1؟ برافو عليك غلط مفيش. بص كده اكس باور 2 بلس اكس بلس 1. طيب انزل تحت اكس باور 3 ماينس 1 براكت صغير وبراكت ايه كبير. ما انا بشك في الحركه دي امتى؟ لما بلاقي براكت صغير وبراكت كبير بعرف ان في براكت مالوش فاكتورايز. تمام؟ طيب يلا يا باشا الكيوب روت الاكس باور 3 يبقى اكس، الكيوب روت ال1 يبقى 1 وهنا ماينس. البراكت الكبير بنجيبه ازاي؟ الاولاني تايم نفسه اكس باور 2، الاخير دايما بوزيتيف ها وهنا 1 اعكس الاشاره يبقى بلس اكس. الديفايد ما تمدش ايدك عليها سيبها دلوقتي. طيب اعمل فاكتورايز فوق اكس واكس، خد اكس كومن فاكتور افتح براكت اكس ماينس 1 انزل تحت. تمام؟ يلا عايز رقمين الملتبلاي ب 1 والسم 2. دي موجوده. تمام؟ يبقى اكتب كده اكس ماينس 1 واكس ماينس 1. حلو؟ طيب بص يا باشا كده قبل ما نخلص بيقول لك الدومين equal r except down up. تمام؟ down up. طيب يبقى انا هنا اقول له يبقى الدومين بتاع المساله دي equal r except انا هشاور وانت ترد. هنا كام؟ ماشي. هنا كام؟ doesn't equal 0. هنا كام؟ كتب. هنا كام؟ كتب. هنا كام؟ كتب. هنا كام؟ 0. تمام؟ طيب اعمل سمبليفاي ولا اقلب المساله؟ اقلب المساله الاول. يبقى اقول له كده يبقى ايكوال اكس باور 2 بلس اكس بلس 1 اوفر اكس ماينس 1 وهنا اكس باور 2 بلس اكس بلس 1 ملتبلاي اقلب الفراكشن اللي بعده. هنكتب فوق اكس ماينس 1 واكس ماينس 1 اللي فوق ينزل تحت اكس براكت اكس ماينس 1. ركز تعالى بقى بالراحه واحده واحده. لما نيجي نعمل سمبليفاي كله مع نفسه ولا اي حاجه مع اي حاجه؟ تاني كده اي حاجه مع اي حاجه. تمام؟ بمعنى بص لي كده يعني مثلا ده كل ده هيروح مع ده ماشي. الاكس ماينس 1 اللي هنا هتروح مع الاكس ماينس 1 اللي هناك اختار اي واحده فيهم. والاكس ماينس 1 دي هتروح مع الاكس ماينس 1 دي. ايكوال كام؟ غلط 1. ما بتشوفوش كمان 1 اوفر اكس. تمام؟ مش في اكس بقى اهي. تمام وصل كده؟ تمام. بيقول لي اكس بار 2 بلس كي اكس بلس 9 از بيرفكت سكوير. فانا عايز اعرف اجيب الكي. طيب بص لما تسمع بيرفكت الميدل ليه قانون. الميدل ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 2 ملتبلاي سكوير روت الفيرست ملتبلاي سكوير روت الثيرد. تمام؟ يعني بوزيتيف اور نيجاتيف 2 السكوير روت ده يبقى ايه؟ يبقى اكس. السكوير روت ده يبقى ايه؟ 3. حلو؟ طب احسب الاجابه يبقى بوزيتيف اور نيجاتيف طبعا 2 تايمز 3 يبقى 6 وحط الاكس. طيب انا عايزك تقارن الاجابه اللي انت كتبتها بالاجابه اللي مكتوبه اصلا. رد بقى. يبقى الكيب كام؟ الاكس مكتوبه يبقى الكيب كام؟ بالظبط. يبقى therefore الكي equal positive or negative كام؟ 6.